يعني احنا مش بنبيع الميه في حاره السقايين. بالضبط. تقعد لها اسبوع 10 ايام غسيل، وبعد كده تبدا تزرعها. ممتاز. كل الشغل كان كده يعني على هذا الاساس. لا والله ممتاز. انا اقول لك اهم شيء في الزراعه انت تودي التربه طبعا، مش تجيب لي تنكر تستناها تجيك يوم ولا مش تجيك ولا عطلانه ولا انت ميتك عندك في الارض. احنا لسه كنا بنجرب بير. نقول احنا يعني اللي جاهز جاهز. البير بيتعمل قبل ما بنخطط الارض. لا البير بيتعمل، محطة طاقة بتركب، البيت الاستراحة بتاعت الإدارة بتتعمل، بتاعت القطاع، التجهيزات الفنية والشبكات بتتعمل، كله على التوازي. وبعدين نزرع. لا والله انا صراحة يعني جاهزية ما شاء الله عند شركات ثانية للأمانة. زرت انا 4 شركات، صار لي سنتين 3 ازور شركات، لكن كمصداقية وواقع وموقع وماي جاهزين نفس اللي جاهزين انتم والله ما حصل. الشبكات والبنية التحتية فيها روح 100 سنة. نفس النظام انا عايز اوريك المحل، تعالى كده عايز اوريك المحل بعدين. الشبكات لا بص البنية التحتية هي عنوان الاستثمار الزراعي. الغالي فيها ارخص من الرخيص. اللي بيكلف رخيص في البنية التحتية بيغيرها 3-4 مرات، لان انت هنا ما حطيتش ماتيريال تقاوم الصحراء. انت بتحط ماتيريال تقاوم الحراره، تقاوم الصحراء. محدش يقدر على الصحراء غير ربنا. فلو انت حطيت خامات ضعيفه مش هتستحمل 2-3 سنين. احنا نقول ممكن التربه حاره، لكن تحت التربه 40 سم 20 50 سم بارده التربه. تعال بص، التربه بارده، مو ميه حتى بارده. تعال بص الحراره من فوق بس. دي تربه بتعمل لها مغذيات. بالضبط. دي شاربه امبارح. نعم. بص الرطوبه. بص الرطوبه. صحيح. ده في برنامج ري منتظم ما يقدرش عليه غير ربنا. هنا الشغل هنا بيمشي يعني مش عايز اقول لك زي كتاب ما بيقول، ري تسميد واشراف احنا كنا شغالين في خدمه النخله. احنا صارفين السنه دي حوالي 120 مليون جنيه عشان خاطر سياده النخله اللي بقى لها شهر محطوطه. صحيح. شهر محطوطه ولسه مراعاه وانت تحتاج. ايوه. النخله تربط ده دي على النخله مش هتحيا. تعال اقول لك على تفصيله احنا بنعملها. ده محبس اسمه ميجا جرين درجه اولى بيور، متصنع من البي بي سي عشان ما يتفاعلش مع الاحماض وما يتفاعلش مع التسميد. ده رقم 2. دي فلانشه مجلفنه عشان تعيش وما تصديش مدى الحياه. أيوة. دي مواسير بيور ميجا، حاجه اسمها نايل دريب بيور اصلي. دي مواسير بيور متصنعه من خام البيور، مش ريسايكل ولا خامه درجه ثانيه. اللي انا تعاملت فيه انا كانت عندي شركات زراعيه حوالي 9 فروع. وكان عندي تشتغل الشركه الزراعيه. كانت عندي فروع. يعني احنا مش بنبيع الميه في حاره السقايين. فكل البي في سي والاشياء هاي تعاملت فيها، وتعاملت فيها بذور من عندكم هنا. كنت اصدر من هنا بذور اسرائيليه وبذور محليه. كانت تتغلف من هنا واشحنها هنا. وسوريا تعاملت مع من هنا ومن سوريا. كنت اشحن كل سنه. لما تعرفت على الشركات او تعرفت على المزارعين اللي هم يوفرون لي الاشياء هذه، تعاملت مع شركه تعبي لي وتشحن لي بالاطنان. فالشركه صارت فيها زعزعه بيني وبين شريكه ووقفت انا والشركه. لكن كنت استثمر حوالي 70 مزرعه لما كانت المزارع تتاجر. مظبوط. فكنا نعمل نفس النظام هذا، بس كنا نجيب الرخيص لان احنا مستثمرين مش نبيع. لكن اللي يريد يبيع ويبيض وجهه عند الاخرين ويثبت مصداقيته، هذا الشغل. صح. هذا الشغل. كلامك مظبوط. ما هو انت احنا بنرضي ربنا ونكافح الصحراء بايه؟ باعلى خامات، باعلى ماتيريال. انا نفسي اوديك عند هيجي من وراك مش هيتعب. ايوه، حاجه جاهزه. عارف احنا بنعمل ايه؟ شفت كانك ساكن في عماره فيها 50 شقه وعماره ثانيه فيها 4 شقق او 5 شقق. شوف جوده الخدمات. بنعمل القطاع 60 ما بنعملوش 300 و200. صحيح. عشان وكل قطاع يبقى مقفول على ذاته، وحده منتجه منفصله عن القطاع الاخر. صحيح. بمهندس بعمال بكل حاجه منفصله. مصداقيه كلامك اللي انت قاعد تقوله. سامحني مش انا كنت اسكن في فنادق. هالمره سكنت اشجع الاستثمار الخليجي في القاهره. سكنت في بنايه تبع واحد كويتي. فشلت انها تبع واحد خليجي من اللي عامله في البنايه. والله حاجه محرجه. اقول حق الشباب عيب
ان خليجي يستثمر في القاهره وعامل هالاشياء. يعني انت اللي قاعد تعمله اليوم في البلد للامانه والله ما جاملك يا باشمهندس، اللي قاعد تعمله انت قاعد تعمله كم سنه انت قلت، لكن مش هيتعب بعدك. صح. ايوه لا يجي مش هيتعب، لا في تغيير ولا في معاناه وكل حاجه. احنا عايزين المستثمر، انا عايز المستثمر كل ما يجي ارضه يقول الله يبارك لك اللي عملت الشبكه دي، الله يبارك لك اللي حطيت لي النخله دي، بالضبط، يا اللي عملت لي محطه الطاقه الشمسيه ديت تكفي. انت عارف هنا احنا بنعمل ايه؟ قطاعات 1 و2 محملين على كل 5 فدان زيتون، سور زيتون داير ما يدور، بحيث ان انا اعمل اقوى استغلال من المساحه، من وحده المساحه. بالضبط. جاء مستثمر بعد كده قال لك انا هقعد عايز ازرع خضار في البينيات، يبقى عندي ميه تكفي تغطي. ويبقى يبقى المساحه كلها 6 قطع له كبير. وهو لو اروى التربه يا باشمهندس سامحني ممكن مش هيسقي كل يوم، لو اسقى في 3 ايام مره، لان الارض متشبعه بدات تتشبع. احنا النهارده بنسقي مرتين في اليوم، بنسقي ده بياخد ساعه ونص الصبح وساعه ونص اخر اليوم. في برامج عماله تتغير لان النخله ديت عامله ايه، يعني المهندس اللي قاعد تحتها والفني هو بيفهمها وهي بتفهمه. صحيح. ممكن احيانا تاخد 3 ساعات مره واحده، نسبه البخر تبقى عاليه، فيوم يديها ساعه ونص الصبح ويديها ساعه ونص اخر اليوم. دي برامج بتتحط وعلى حسب احتياج كل نخله وكل قطاع. يعني مش هو الحار اللي بينشف الميه على طول. فاحنا بعد اذنك بس هناخد الاشبال الصغيرين وحضرتك ونروح نتغدى